بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أود في الأول أن أوضح حقيقة لجمهور القراء، وهو أن النظام الذي يقوم في مصر نظام عسكري، وهو نظام عسكري ليس نظام عسكري فقط، وإنما نظام عسكري انقلابي غاشم، وفوق أنه غاشم وظالم وهكذا فإنه فاشل، نستطيع أن نقول فاشل. ولا يتعجب الناس من هدم البيوت. السيسي قبل ذلك يعني قتل المئات في الشوارع وجرفهم بالجرافات ودهسهم بالمدرعات ولم يبالي يعني. لكن الذي يحدث هذا وسبب غضب شعبي كبير، وتصدرت الهاشتاجات مش عايزينك يا سيسي بمعنى لا نريدك يعني، وارحل، وبمعنى نازلين 20 سبتمبر، يعني المصريين يحاولون أن يفعلوا شيء ضد هذا. أحكي لكم سريعا ما الذي يحدث. يوجد مئات بل آلاف المساكن في مصر تسمى أنها مخالف، خارج ما نسميه في مصر بكردون المباني، المكان الذي يسمح فيه بالبناء. يحدث في مصر زيادة سكانية كبيرة، ليس مثل في المجتمعات الأوروبية أو حتى في تركيا. في مصر الزيادة السكانية زيادة كبيرة، وأنتم تعرفون الدول العربية يعني الزيادة السكانية فيها تزداد بشكل كبير. الدولة لا توفر السكن المناسب، لا تسمح للمصريين بأماكن كثيرة أن يبنوا فيها. ماذا يفعل المصريون؟ يذهبون إلى الأماكن في الأراضي الزراعية مثلا أو في الأطراف هكذا ويبنون. من الذي يأذن لهم بهذا؟ وهذه النقطة مهمة جدا. السيسي الآن يقول أنا سأهدم كل هذا لأنه مخالف. هذا كلام في ظاهره الحق وفي باطنه ألف باطل، يعني هذه ليست الحقيقة. الحكومة والمحليات التي تمثل هنا في تركيا مثلا البلديات، بلدية الفاتح وبلدية مثل هكذا مثلا، هذه تسمى في مصر المحليات. المحليات هذه تركت هؤلاء الناس يبنون ولم تقل لهم كلمة واحدة. وبعد ذلك يعني هذا أصلا كثير من القراء حينما سيقرأه سيتعجب. هؤلاء الناس ذهبوا إلى هذه البلدية وأخذوا منها غاز وكهرباء ومياه. إذن هم رسميون، يعني كأنهم رسميون، لكن هو في أرض مخالفة. أنت إذا كان مخالف لماذا توصل له المرافق؟ نسميها المرافق، الماء والكهرباء وهكذا. لماذا توصل له هكذا؟ وبعدين بعض هؤلاء الناس بنى منذ عشرات السنين، يعني ممكن 20 سنة وممكن 30 سنة. يأتي الآن يريد السيسي أن يهدم بيته. طبعا هو الآن يفعل هذا، يهدد، يعني يهدد. وهو ماذا يريد؟ هو يريد أن يفعل قانون اسمه قانون المصالحة. أنا أسمي هذا القانون قانون الجباية. قانون الجباية. الجباية بمعنى ماذا؟ أنه يريد أن يأخذ كل الأموال التي مع المصريين، والمصريين أصلا مساكين يعني ليس عندهم مال، ومع ذلك يريد أن يأخذ القطرة الباقية من دمائهم. إن كل شخص سيفعل مصالحة، شقته هذه مثلا هو تساوي مثلا 60,000، قد يصل ثمن المصالحة فيها إلى 100,000، يعني أكثر من ثمن الشقة. أزيدك من الشعر بيتا حتى يعرف القراء كيف أن السيسي يعني يريد فقط أن يمتص دماء المصريين. بعض هذه الأراضي المحليات أو غيرها أعطتها لمقاولون كبار، وهؤلاء غالبا لواءات في الجيش. يعني لواءات في الجيش يأخذون هذه الأرض بشكل وضع يد. وضع يد كيف؟ يعني يضعون أيديهم عليها، الأمر الواقع يعني. ثم يبنون، وهي أرض مخالفة، وهم لواءات في الجيش الذي يسمح لهم بالبناء، موقعهم ومنصبهم. وعلى فكرة مخالفات كثيرة بهذا الشكل، بل أغلب المخالفات من هذا الشكل. ثم يذهب ويأخذ من المحليات الماء والكهرباء وهكذا، وعنده مثلا في هذه الأبراج مئات الشقق. هي أرض كبيرة وهو بناها كلها، ويبدأ يبيع للمواطن. أنا كمواطن ماذا أخذت؟ أنا لم أخذ أرض. اللواء في الجيش هو الذي أخذ أرض. أنا اشتريت شقة ورأيت فيها عقد، المحليات فعلت معه بعد ذلك عقد. ثم بعد ذلك يأتي السيسي ويقول لي أنت مخالف. طب أين اللواء صاحب الأرض أصلا؟ ويريد أن يخرجني ويهدم الشقة، أو أن يبيع لي الشقة مرة أخرى بقانون المصالحة هذا. ولذلك الذي يفعله السيسي
يظهر في شكل الحق ولكن هو في داخله كما قلت ألف باطل. وهذا طبعا تجريد للشعب المصري من أمواله، وهذا زي ما قلت لا يسمى أبدا، لا نستطيع أن نسميه قانون المصالحة، وإنما نسميه قانون الجباية، يفرض على الشعب كأنه يعني مستعمر، كأنه مستعمر يأخذ منهم الجباية. والله النظام القائم في مصر الآن، النظام الانقلابي، هو يعني يريد أن يخفي كل هوية إسلامية للدولة المصرية. كل ما هو إسلامي هو يحاربه ويقف ضده، هذا واضح وظاهر جدا. حتى وزارة الأوقاف الآن ووزيرها يعمل على تمييع الإسلام وتوظيف الإسلام ليكون معاون للسلطة. يعني كأن اختزل الآن دور وزارة الأوقاف ليس في الدعوة ولا في التبليغ ولا في توعية الناس، وإنما سخرت كل جهود وزارة الأوقاف وأئمة الأوقاف طبعا بالأوامر. يعني أنا لا أقول كل الأئمة هكذا، وإنما وزير الأوقاف يفعل هذا، يسخر كل جهود الوزارة وحتى المساجد لخدمة السلطة يعني تبييض وجه السلطة. الآن السيسي جاء وفعل الذي لم يستطيع المستعمرون الإنجليز أن يفعلوه في مصر، لم يستطيع المستعمرون على مر التاريخ أن يفعلوه في مصر. هدم المساجد هذا يعني كبيرة من الكبائر وفظيعة من الفظائع. الله تبارك وتعالى يقول أنه ليس هناك أحد أظلم من الذي يمنع بيت الله من أن يذكر فيها اسمه. يقول في سورة البقرة: ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها. ونحن أنا أرى الفيديوهات أحيانا أكاد أن أبكي، مآذن شاهقة تسقط وبيوت الله تهدم، وبعض المساجد هذه بعضهم باقي له الآن أكثر من 60 سنة مبني. لماذا بنى المسلمون في مصر والمصريون مساجد مخالفة؟ أولا لأن الدولة لم تقم بدورها وتوفر أراضي للمساجد. بعد ذلك فبدأ المصريون المساجد ضيقة عليهم، لا يكفيهم، لا تأخذ المصليون، لا يستطيعون أن يصلوا، يزدحمون، فيذهبون في مكان مثلا على طرف مجرى مائي، ويكون فيه مثلا أو القاذورات والزبالة وهكذا، ينظفونه ويزيلونه ويجملونه ويبدأون يبنونه ويفعلونه مسجد، ثم الثاني والثالث وهكذا، لأن الدولة لم تكن كما قلت بدورها، ولأنهم لا يجدون مكان يصلون فيه، المساجد ضاقت عليهم، ويخرجون ويبنون المساجد بهذا الشكل. ثم يأتي السيسي الآن ويقول أنا أهدم هذه المساجد، حتى أن هذا ليس من حقه لو كانت على أرض مخالفة. عندنا، وهذا ممكن أرفق لكم هذه الصورة تنشروها، عندنا حكم من المحكمة الدستورية العليا يقول أن البناء إذا حول مسجدا، إذا صار مسجدا، لا يجوز لأحد أن ينقضه أو يغير نفعه، أن يتحول من كونه مسجد إلى شيء آخر، حتى ولو كان على بناء مخالف أو غيره، لأنه يخرج من ملكية الدولة إلى ملكية الله سبحانه وتعالى. مكتوب، وسأرسل لك حكم المحكمة مختوم بحكم المحكمة الدستورية العليا، أنه إذا بني بناء أو تحول مثلا بناء معين إلى مسجد، بحكم المحكمة الدستورية العليا لا يجوز أن يتحول نفعه بعد ذلك إلى شيء آخر. يعني ولا أستطيع حتى أن أفعله مدرسة أو شيء آخر، ليس فقط أهدمه. يقول لأنه متى صار البناء هذا مسجدا وأقيمت فيه الصلوات، انتقل من ملكية الناس إلى ملكية الله، يخرج، لا يستطيع أحد أن يقول هذا ملكي، لا الدولة تقول هذا ملكي، ولا الشعب يقول هذا ملكي، ولا هذا صار ملكا لله سبحانه وتعالى. لأن كما تعلمون يعني بيوت الله في الأرض المساجد، فهذه بيوت الله السيسي يهدمها. وأنا أريد أن أضع لكم مفارقة هنا وهي مهمة جدا. السيسي، وهذه صورة موجودة لعلي أزودكم بها، السيسي توجد كنيسة تقطع هذا الطريق الذي يهدم من أجله المساجد. هذا محور طريق يفعل اسمه المحمودية، يوجد في هذا الطريق كنيسة، وهدم قبلها 3 مساجد، وعندما جاء إلى الكنيسة حول الطريق مخصوصا وأبقى الكنيسة واقفة. وهذا فيديو موجود وصورة موجودة وممكن أزودكم به. الأمر الآخر واضح جدا. منذ أيام خرج قس أحد قساوسة الكنيسة يتكلم ويتباهى ويتفاخر
ويقول نحن لابد أن ندعم نظام السيسي. لماذا يقولون له لماذا؟ يقول نحن أغلب كنائسنا الآن مخالفة، ونحن أصبحنا نبني الكنيسة بالتليفون بدون أي رخص، ويسهل في هذا الوقت توضع التسهيلات ويعني نقول ترك التجاوزات وغيرها المخالفات للكنائس، ولا يسمح بها للمساجد. وهذا الذي نراه. لكن طبعا نحن لا نستغرب هذا من شخص مثل السيسي ومن نظام مثل النظام السيسي. هذا يسارع في هوى الغرب ويسارع في هوى اليهود. كل ما يرضي أسياده من الغرب واليهود هو يفعله، وهو هذا يرضيهم، يعني هذا يرضيهم. ولكن هذه إن شاء الله تبارك وتعالى ستكون من المسامير التي ستدق في نعش هذا النظام، وستكون سبب من أسباب سقوط هذا النظام. نحن رأينا وفرحنا، لأن الشعب المصري شعب متدين جدا بطبعه، وشعب يحب الدين ويغار على دينه جدا. يعني وبعض الذين لا يصلون وغير ملتزمين خرجوا يهتفون ضد هذا الذي يحدث من هدم المساجد، ويقولون ارحل يا سيسي ومش عايزينك ومش عايزين نظامك هذا. فالموضوع ليس فقط انه المصريين يعني قد يتحملون كل شيء، لكن لا يتحملون ان يهان الدين وان تهان المساجد. ولذلك لن يمر هذا الامر مرور الكرام، وان شاء الله تبارك وتعالى سنرى له عقبات كبيرة جدا على السيسي ونظامه. نحن نرى، يعني انا ارى والله اعلم، ان كل هذا الذي يحدث هي نقاط. يعني السيسي ممكن نقول انه لن يسقط مثلا في 20 سبتمبر او غيرها، لكن كل هذه نقاط لاسقاطه، كل هذه خطوات في الطريق. الذي سيحدث في 20 سبتمبر قد يكون ان شاء الله قد يكون اسقاطه، فان لم يكن اسقاطه فهو خطوة كبيرة على طريق اسقاط السيسي ونظامه واسقاط الظلم كله في مصر. لانه السيسي طبعا يحكم البلد بقبضة من حديد، وخروج الناس يعني هو تضحية عظيمة جدا. بعضهم يقتل بالرصاص، وبعضهم يحبس بعشرات السنوات، وبعض الناس الآن بقي له 8 سنوات في السجن لأنه قال للسيسي لا، ولأنه قال ارحل يا سيسي. فالذي يحدث هذا هو يعني نقاط مهمة جدا. أولا تحرك المصريين، تعرفهم أن هذا النظام نظام فاشل ونظام قاتل ونظام ظالم، وأنه فقط جاء لتخريب مصر. نحن نستغرب، يعني هو يقول أنا سأفعل قانون مصالحة، يهدم البيت ثم أنت تتصالح وتبني. هذا عجيب. طب تصالح معي، لأن هذه التي تهدر مليارات كانت في جيوب المصريين. يعني هذا البناء كم تكلف؟ هو قانون التصالح ماذا يفكر؟ يعني هم لا أعرف كيف يفكرون بلا عقل. يعني يهدم البيت ثم يقول لك تعال تصالح وابني من جديد. طب اترك البيت مبني وانا اتي اتصالح، يعني لماذا تهدم وابني؟ فانا اقول لك هذا كله سيثير غضب المصريين، وسيرفع من وعيهم الذين كانوا مخدوعين او يفكرون مثلا ان السيسي قد يفعل شيئا. هم الان بداوا يفيقون ويرجعون ويعرفون كيف النظام العسكري كم هو مضر لمصر. وفوق هذا وقبل هذا وبعده نحن ابدا لا نقطع الامل، لاننا نثق في الله تبارك وتعالى، وهذا الظلم أبدا لن يدوم. هذا الظلم واضح وبين، فإذا ذكرنا هذا فإن الظلم أبدا لن يدوم. وعندنا أمل كبير أن الله تبارك وتعالى يغير هذه الأحوال، وهذه سنة ثابتة. الله يقول وتلك الأيام نداولها بين الناس. فسنة المداولة التي تسمى هكذا سنة المداولة، وسنة المدافعة ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض، تقتضي أن هذا سيذهب، ويعني أختم بأبيات شعر لا أعرف يعني كيف ستترجم إلى التركية، لكن إن شاء الله يقول الشاعر هي الأيام والغير وأمر الله ينتظر، أتيأس أن ترى فرجا فأين الله والقدر. هل تفكر أن تيأس؟ إذا لا تيأس، انتظر أن الله تبارك وتعالى يأتي منه الفرج. ضاقت، نحن في العربية شعرا نقول هكذا: ضاقت فلما استحكمت حلقاتها فرجت وكنت أظنها لا تفرج. إذا اشتملت على اليأس القلوب وضاق بما به الصدر الرحيب، وأوطنت المكاره واطمأنت وأرست في أماكنها الخطوب، ولم تر لانكشاف الضر نفعا وما أجدى بحيلته الأريب. أتاك على قنوط منك غوثا
يمن به اللطيف المستجيب، وكل الحادثات وإن تناهت فموصول بها فرج قريب. فاليأس ليس من أخلاق المسلمين، واليأس ليس من أخلاق العاملين لدين الله تبارك وتعالى، والذين يقولون هذا صعب وهكذا. لا، أحلام الأمس حقائق اليوم، وأحلام اليوم هي حقائق الغد الذي سنراه بإذن الله تبارك وتعالى. ويقولون متى هو؟ قل عسى أن يكون قريبا، ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم. وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون، والله غالب على أمره، وجزاكم الله خيرا.